خد بقى الكارع ده مني وادعي لاخوك تيسير. شكرا شكرا. ايه والنبي ما انت كاسفني. كوارع makes you strong for the match and makes you strong يعني I will tell you alone. بعد ما نخلص اكل هاخدك اوريك كايرو. Oh my God. Oh, it's very hot today. I know it's very hot. I know it's very but أنا بعتذر لحضرتك جدا لأن عربية الوزارة ما فيهاش تكييف. أنا آسف يا فندم معلش. اوكي. حبيت حضرتك جدا والله. اوكي. هنخش بقى شمال احنا منه. اوكي. ولا فين حضرتك مشوا ازاي؟ اهو يا فندم. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، نصف ساعة من الآن ونلتقي مع الحدث الرياضي الكبير، مباراة التحدي العظيمة بين بطلنا العظيم الرجل العنابي وبطل أمريكا الشهير سبايدر مان. ومعلش أنا قلت بطلنا الأول له تحيز ولا تعصب، والله أنا قلت اسم بطلنا الأول لأن هو بيلعب على أرضه ووسط جمهوره اللي بيحبه اللي بيدعي له. ربنا يكرمك إن شاء الله يا عنابي. إحنا ما يهمناش المكسب والخسارة، لا إحنا يهمنا إن المباراة تطلع نظيفة ومثالية. يهمنا إن الدنيا كلها تعرف إن مصر قادرة على استضافة مثل هذه الأحداث الكبيرة. وأنا يشرفني أن يكون معي في الاستوديو اليوم ضيف عزيز جدا على قلبي، الدكتور بيرم، المتحدث الرسمي باسم الرجل العنابي. مساء الأنوار يا بيرم. مساء الأنوار يا صريح بيه، ويوم رياضي جميل إن شاء الله علينا وعلى الأمة العربية كلها. يا ريت يا بيرو بقى تشرح للسادة المشاهدين وتشرح لنا كمان، أنت شايف المباراة دي إزاي؟ يمكن أنا عكس ناس كتير متوقعة النهاردة إن العنابي هيبقى فريسة سهلة للعنكبوت. أنا شايف لا، أنا شايف هيبقى في تكافؤ بين الطرفين، شايف إن العنابي هيبقى أكتر من ند النهاردة، وعندي وجهة نظر في اللي بقوله ده. وجهة نظر يا ريت نعرفها. يعني لو رجعنا مع بعض آخر كام مواجهة للرجل العنكبوت، بدل الناس وكأنه أسطورة أو شخص لا يقهر، وده اللي صوره الإعلام المزيف للناس. ده اللي الإعلام المزيف صوره عندنا. هروح. لا خلاص لا خلاص لا صح، هتقعد تقاطعني بقى ومش هعرف اتكلم. لا والله ما هعملها تاني، خلاص انا بوعدك والله ما هعملها تاني، والله انا بحلف لك بالله، والله ما هعمل كده بالصعد. احنا على الهوا يا بيرو، معلش يا حبيبي انفعلت، بس الاعلام المزيف كانت حلوه يعني. خلاص والله نعيش بقى اجواء المباراه. الدكتور بيرم،
يا ريت تطمني وتطمن الساده المشاهدين على حاله ابننا. يعني لو بصينا على طريقة أداء الرجل العنكبوت هنلاقيه بيعتمد على الاستلام والتسليم من الحركة، يعرف ازاي يسلم ويجري، عشان كده تلاقيه مميز جدا في الهجمة المرتدة، يعرف ازاي يرمي الشبكة وامتى يلقفها تاني. الله عليك، الله عليك، يرمي الشبكه والقفه تاني. صح، صحيح، ادي العيش لخبازه ولو كان ربعه. كلام مظبوط. انا بصراحه دي ما كنتش فاهمها. تعال بقى نبص على الرجل العنابي. الرجل العنابي العكس، بيعتمد في لعبه على المساحات الضيقة. لا دي فاهم عشان هو متعود على الحواري والعشوائيات وزنقه الاتوبيسات وكده. انما الشوارع في امريكا واسعه برحه. كمل يا بيرو. وعشان كده انا متوقع ان العنكبوت هيقدم شكوى رسميه النهارده يعترض فيها على مكان المباراه بسبب انها ضيقه جدا. ومال يا ريت يروح يقدم شكوى. هيروح فين يعني؟ ما لازم يروح الحي، وكل اللي هناك في الحي بتوعنا وتبعنا مجلس اداره الحي هيعمل له ايه يعني؟ ولا ايه النتيجه اللي هيوصل لها؟ ولا هيوصل لاي حاجه. وانا شايف ان المساحات الضيقه دي هتعمل تفوق عنابي في اول ربع ساعه من حيث الشقلبه. ايوه، نقف بقى عند الشقلبه دي. اشرح لنا بقى يا دكتور بيرم موضوع الشقلبه. الشقلبه اللي هي لا ابوس ايدك، اشرح الشقلبه من غير ما انت تتشقلب. كلام يعني. كلام. ايوه، وانت في مكانك كده. الشقلبه دي يا صريح بيه بترجع لثقافه الطفل المصري عندنا. يمكن عندنا في مصر الطفل المصري اول ما بيتولد اهله بيعلموه الشقلبه ازاي. مظبوط، صح، ثقافه الطفل المصري كده مظبوط. الطفل المصري معروف بالشقلبه والتفافه. بالظبط. ابوه وامه اول ما يكبر شويه عشان يدلعوه يجيبوا له واحد زي عز الدين عتاي ويحطوه قدامه ويقعدوا يقولوا له تف على عمه يا حبيبي، تف على عمه يا حبيبي. وتلاقيهم فرحانين جدا لو التفه جت على عمه صح. تمام عندك العيب يا بيرم. عشان كده انا من موقعي هذا، انا والدكتور بيرم وكل الساده المشاهدين هنطلع فاصل تفافه على عز الدين عتاي ونرجع تاني. خلاص تفينا، نرجع. اتفضل. عشان كده انا شايف ان العنابي لو قدر اول 5 دقايق يمتص حماس العنكبوت وبعد كده قدر يسحبه في سكه الشتيمه والتفافه وقله الادب، كده شكرا، احنا ضمننا الماتش النهارده ان شاء الله. ضمناه ان شاء الله، لان المصري من جهه قله الادب برنس. امال ايه؟ لا لا والله. طب معلش يا بيرو، احنا مضطرين بقى نخرج دلوقتي عشان مراسلتنا الجميله القمر اللي منوره كل حاجه حلوه سلمى جاهزه من مكان الاحداث. اتفضلي يا سلمى يا حبيبتي، الميكروفون معاكي. صباح الخير يا صريح بيه وسلامي لكابتن بيرم. طبعا المنظر مشرف جدا للجمهور المصري، ولكن للاسف لم يخلو من الشماريخ. طب ليه كده بقى؟ ليه كده؟ ما هي دي القله المندسه بتاعت كل مره اللي متعوده انها تفسد كل شيء جميل في مصر. بس معلش يا سلمى، انا شايف الشماريخ طالعه من الجهتين. يعني المصريين بيشمرخوا والامريكان بيشمرخوا، والامريكان معروفين من زمان انهم على طول بيشمرخوا. فعلا من شويه كان في بعض الهتافات ما بين الجمهورين، كان بعض الهتافات تبقى عاديه يعني، والبعض الاخر كان خارج عن الادب. والخارج عن الادب ده يا سلمى، وانا عايزك تركزي وتصحي معايا. تصحي معايا. الهتاف الخارج عن اللياقه والذوق والادب ده من الجمهورين برضه يا سلمى؟ لا الصراحه كان من الجمهور المصري فقط. ده انا عمال اقول لك اصحي معايا يا سلمى. من الجمهور المصري. حماس شباب يا بيرو، الحماس خدهم يا عيني. وانت عارف احنا بنقول الشتيمه كأننا بالشتيمه، يعني كأننا بنهزر كده وبندعي، بعدين ما جراش حاجه. هم بيشتموا بالمصري، فاكيد الجمهور الامريكي مش هيفهم احنا بنقول ايه. هم فعلا في الاول ما كانوش فاهمين اي حاجه، لكن المترجمين فهموهم كل حاجه. يعني البعيد اللي بيترجم ده حمار، ما بيشغلش دماغه خالص. دي حاجه تترجم برضه. انا بوجه كلامي لكل اخ امريكاني. عندنا مثل معروف بيقول ما شتمك الا اللي بلغك. يعني اللي شتمك يا امريكاني المترجم. ونشاهد الان دخول الرجل العنابي، دخول مشرف، دخول التاريخ بالتوك توك. وانا شايفه طبعا دي اذكى حركه ممكن يعملها، لانه كده يقدر يوصل لمشاعر كل المواطنين البسطاء. الرجل العنابي تحب تقول ايه قبل المواجهه مع الرجل العنكبوت؟
العنكبوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. احب اشكر الجمهور المصري اللي جاي يعزمني النهارده، واقول لهم انا جاي النهارده في وسطكم كمواطن مصري عادي، مش قلقان خالص من الجمهور الامريكاني. حتى انا يعني معلومه بقولها حصريا على قنوات الفيل المتخصصه، ان انا جاي النهارده بدون البدله الواقيه للرصاص خالص، وفاتح صدري اهو على فكره ومش خايف. هايل. طب وتحب تقول ايه للرجل العنكبوتي؟ احب اقول للرجل العنكبوته انت هتتزاف يا زميلي، ومش هتطلع من قلب الحاره دي سليم. ليه بقى؟ لان الحاره دي في قلب مصر تعتبر بمثانه مبوله الغزاة. نشكرك جدا. احلى علم لاحلى ابله سلمى، واتفرجي على سبايدر مان وهو بيتهان. وهو الرجل العنكبوتي يدخل الى المكان على بيتش باجي، وطبعا ده دخول غير مناسب للمكان، ولا ايه يا صريح بيه؟ طبعا طبعا انا غلطان قوي يا سبايدر. بيتش باجي ينفع ازاي ده محتاج رمل كتير عشان يعرف يتحرك. انا متهيألي ان بطلنا الرجل العنابي كان اكثر توفيقا في اختيار التوك توك، ولا ايه يا بيرو؟ طبعا انا اللي مختاره اصلا. والآن يتجه الطرفان إلى حلبة المباراة، وهيكون الحكم معانا النهاردة النقيب تيسير فهمي. ونستمع الآن إلى النشيد الوطني الأمريكي. نقف له ده ولا ايه؟ جري 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 جري. والآن مع السلام الوطني المصري. Hello everybody. أنا جيت النهارده أرد لكل عملية الكرامة وأعرف الراجل العنابي حاجته كويس. وسط الكلام يا زميلي عشان الكلام يبقى عارف هو رايح فين. ما تيجي ونجيب مليك. طب ما يلا نجيب عبد الله. ما تيجي نستحمى ونجيبه حمو. طب ما يلا نطير ونجيب عبير. جاي ونجيب ماي. يلا بينا ونجيب نرمينا. ودلوقتي الحكم بيتكلم مع الطرفين. اوكي طص. ايجيبشن باوند. مالك ولا كتاب؟ مالك. كينج اور رايت؟ مالك. اوكي. اوكي. يو هير. يو هير. عناب. والحكم عمل الطص، وواضح ان سبايدر اختار.
لا البدله دي تلزمني، اللي هيمد ايده عليها اديله بالبطه وفوق. يا عم هيقول لك انت بس فاهمه غلط. انا مش هكلمه. شفت اخرة الشقاوه يا حمك. تاني مره لما تيجي تتكلم مع المصريين تتكلم كويس. لا مش كده صحتك بالك شويه. عايز تخرج من هنا يا قول قدام الحاره دي كلها انا سبايدر مارا. قول يا انا سبايدر مارا. ما تعصبنيش بقى. اوعى انا حمازيه. قول يا وعايزها من الجواب. هو عايز يتشحم اصلا. انا اسف يا شعب مصر. أنا آسف يا شعب مصر. المصريين يقولوا ايه؟ المصريين يقولوا ايه؟ على بلدك وارجع يا سيد. ده العنب بيوجع يا سيد. على بلدك وارجع يا سيد. ده العنب بيوجع يا سيد. على بلدك وارجع يا سيد. ده العنب بيوجع. خلاص. سيادة النقيب، رد الوزارة في أحداث العنابي وسبايدر مان بتقول إن في تحيز للعنابي. لا انا مش شايف ان في تحيز. يعني انا شايف ان هو ابلغ رد للناس اللي كانت بتشكك في ان احنا ضد العنابي، وفي الاخر احنا كلنا مصريين وبنشجع المنتج المصري حتى لو كان في ايد اي حد من التيارات السياسيه المغايره لينا، واللي عمله العنابي في الاخر فخر لينا كلنا، ولا ايه؟ اتفضل. أمريكا بتتهم حضرتك بأنك كنت وراء إضعاف قوة سبايدر مان أثناء المباراة، وبأنك أنهكته أثناء زيارته للأماكن السياحية. طبعا حجه مشهوره قوي وسمعناها كتير. لو نفتكر كوت ديفوار 2006 مثلا هنا في مصر في كاس الامم اتلبوا ماتشين، قال لك الجمهور والارض. رحنا غانا 2010، غانا مش في مصر، اترقعوا ولا ما اترقعوش؟ كابتن تيسير، كنت عايزه اسال حضرتك ايه توقعاتك لاداء الشرطه في الفتره اللي فاتت، وكمان عايزين نعرف مقدار التفاهم اللي كان بين الشعب والشرطه. بص يا نسا، مش عايزين نقول كلام مرسل، خلينا نتكلم بالحقائق والارقام. تعالوا نشوف معدلات الجريمه في السنين اللي فاتت ونشوف معدلات الجريمه السنه دي. انا معايا احصائيه ظريفه جدا على فكره عاملينها لنا، بتقول لك يا سيدي ان في مصر من 3 سنين حصل 5000 حادثه سرقه بالاكراه، و2000 تعدي على ممتلكات الدوله والاثار، و12 مليون حاله اغتصاب. تتخضوش. نيجي للسنه دي بقى، حادثه سرقه واحده بالاكراه بس، ومن التحقيقات اكتشفنا انها كانت بالصدفه، لان الجاني كان بيقول للمجني عليه الساعه كام، افتكروا بيقول له هات الساعه، فما كانش يقصد اصلا يعني. و5 حالات اغتصاب فقط، ومن التحقيقات اكتشفنا ان هو كان بمزاجهم، يعني ما كانش فيه اي حاجه، ما كانوش ممانعين خالص. والمفاجاه هي عدد حالات تعدي على ممتلكات الدوله والاثار كانت 0. حضرتك سؤال اخر، هو لو ثواني بس ارد على التليفون. الو. ايوه يا فاروق باشا. يا فندم، كاس افريقيا عارفه طبعا، كنت لسه في سيرته دلوقتي. اتسرق ازاي يا فندم؟ اتسرق من اتحاد الكوره؟ دي مصيبه يا فندم. لا مش هقول لحد طبعا. حالا وابقى هناك يا فندم. ماشي يا فندم. اتفضلي. هل ده خبر صحيح يا فندم؟ خبر ايه يا حضرتك؟ مفيش حاجه. خبر سرقه كاس افريقيا من اتحاد الكوره؟ طبعا، ما انتوا عشان غامين ودنكم في المكالمه. خبر صحيح طبعا، بس ارجوكم بلاش النشر عشان ممكن اتاذي انا فيه. شكرا. اقعد يا بنودي اقعد. ايه يا بيرم؟ في ايه يا بيرم؟ خافش يا بنودي، اسمعني كويس. النهارده يوم تاريخي في حياتك، النهارده يوم جوازك، واول ليله في الجواز دي هي اللي بتحدد عليها بقيه حياتك. يا هتبدا اسد وتفضل طول عمرك اسد، يا تبدا ارنب وافضل طول عمري ارنب. بالظبط. ما تقلقش على اخوك يا بيرم، انا مخلص 25 جيجا لما نظري راح. سيبك من الافلام بتاعت وليد سكسي دي، ما بتاكلش عيش. الجواز حاجه تانية خالص، النظري حاجه والعملي حاجه تانية خالص. لا يا عم، الحاجات دي بتفرق برضو وبتعلم الواحد حاجات كتير. اسالني انا بقى، يعني انت ينفع تتعلم السواقه من فرجتك على الرالي الفراعنه؟ لا. اهو الجواز كده برضو. استنى. ايه ده يا بيرم؟ امسك. ايه ده يا بيرم؟ ما تخافش، بلاش يا بيرم. ما تخافش. دي تركيبه انا اخترعتها لك من الجنزبيل والكركم وزيت الفرامل. حبايه واحده من دي تساوي 16 كيلو سمك وجمبري. هتلسعها اول ما تخش اوضه النوم وتبقى تتابع معايا. يا حبيبي يا بيرم، انا كنت عارف انك هتقف معايا ليله فرحي. ولسه. بص المفاجاه. ايه ده يا بيرم؟ انت هتكهربني ولا ايه؟ دي نضاره انا اخترعتها، هتلبسها اول ما تخش اوضه النوم هتشوف مراتك واحده تانية.
واحده تانية؟ واحده تانية ازاي يعني؟ بص يا معلم، في هنا بيركب سيم كارد. السيم كارد ده انا نزلت لك عليه صور شاكيرا وبريتني سبيرز وانجلينا جولي، كل مزز العالم. هتدوس دبل كليك على اللي عاجباك فيهم هتشوف مراتك هي. ما نزلتش منى الشاذلي؟ ربي، يبقى وصل الكابل ده بالنت ونزل اللي انت عايزه. يا حبيبي يا بيرم، طب هات كده جرب. امسك بس ارفع الاريال، ولو الصوره ما ظبطتش معاك اقعد حركه يمين وشمال لحد ما تظبط. ابنودي الناس حمضت بره. لا ابنودي اهدى، ده امك. امك اوعى يا بيرم، امك اوعى يا بيرم. اهدى ولد، انت عبيط؟ طب انت اعمى مش شايف؟ ما فاكش ود؟ مش سامع نبرة ماما؟ نبرة ماما؟ نبرة مين يا زفت؟ نبرة ماما. الناس حمضت بره. ناوي تبات في الأوضة ولا ناوي تتجوز؟ اصل دي اول مره من ساعه ما ابويا وامي ماتوا افرح يا نتاشا، فمش هين عليا افرح قوي. يا بنت بطلي عبط، ده الليله دي يمكن اول مره ابوكي وامك يباتوا فيها مرتاحين في تربتهم. انت بتهزري ولا ايه؟ وبعدين يعني هما لو شافوكي حزنانه كده تفتكري مش هتنكدي عليهم؟ تفتكري يا نتاشا يعني ابويا وامي كده مش هيزعلوا لو اتزوقت فيهم فرحي؟ يزعلوا ايه يا هبله؟ وانت فكرك امك لو عايشه ما كانتش هتغرق وشها احمر واخضر وبنفسجي؟ وبعدين ابوكي ما هو كان متنيل على عينه كله ملون. انت ناسيه انه كان بلياتشو ولا ايه؟ كده؟ طب بصي خدي بقى حطي لي منه ده قد كده هنا في شلاضيني علشان ايه يولع نار كده في الكوشه. ايه تعمل كده؟ دي اهانه يا مدحت. لا دي موزه يا فندم. لا دي اهانه يا مدحت انه يسرق الكاس ويحط لنا مكانه موزه. دي فيها اسقاط طبعا، بس انت عشان مؤدب تلاقيك مش فاهم. ميرسي يا فندم، انت عارف ان ابن ناس، انت ادرى. انده لي بتاع الامن. يا ريس. ايوه يا فندم. تعالى خش كلم الباشا. ايوه يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انت الحارس؟ ايوه يا فندم. اسمك ايه؟ اسمي رمضان يا فندم. ازيك يا عم رمضان؟ الله يخليك يا باشا. كنت فين يا عم رمضان لما الكاس اتسرق؟ انا ما اتحركتش من قدام الاوضه يا باشا. يعني ما قيلتش كده ساعه بعد الغدا ولا اخدت كوبايه شاي بعيد؟ انا عمري ما بنام ساعه الشغل يا باشا. شفت الموزه دي فين قبل كده يا عم رمضان؟ سعادتك البلد كلها موز يا باشا. لا اركني بقى الموز بتاع البلد كله في ناحيه وقول لي شفت الموزه دي فين قبل كده؟ الحرامي بيسخر مننا يا عم رمضان، حاطط لنا موزه مكان الكاس. ربنا ينتقم منه. عم رمضان ليك اي اعداء جوه اتحاد الكوره؟ انا يا باشا ده انا راجل غلبان بمشي جنب الحيط. يعني مفيش خلاف بينك وبين الكابتن مجدي عبد الغني مثلا؟ مفيش زعل بينك وبين الكابتن سمير زاهر؟ عدم لا مؤاخذه، مين الكباتن دول يا باشا؟ عم رمضان انت كنت فقير وطول عمرك بتحلم تمسك الكاس مكان الكابتن احمد حسن؟ ابدا يا باشا والله. ماشي يا عم رمضان. ماشي يلا اتفضل. شكرا يا باشا. واعمل حسابك انت تحت الاقامه الجبريه وممنوع من السفر خارج مصر. اتفضل. مصيبه يا مدحت. اسمع يا مدحت، انا عايز امسك الخيط من اوله من ساعه ما استلمنا الكاس في 2010. كلم الكابتن احمد حسن وشوفوا ساعتها فعلا استلم كاس ولا موزه، لان انت عارف اللعيبه بتبقى في نشوه النصر ساعتها ممكن يعمل اي حاجه وما ياخدش باله. ولم لي كل تجار الموز بتوع مصر وخبير وزاره الزراعه وهات الموزه وتعالى ورايا على المكتب. كبرت يا بنت يا فاتن، مش قادر انسى اليوم اللي اتولدت فيه. اتولدت ايه يا عصفوره؟ انا اكبر منك على فكره. الله ده انت غلسه وما تفوتي، خلينا اعيش اللحظه يا بنت. خد يا البس. نهار اسود، احنا اللي عملنا ده عصفور. يا نهار ازرق، بص شكلهم عامل ازاي؟ ده مش بعيد يخلفوا صراصير. 5 بالحب يا دكتور. بنت نتاشا. عيني يا عصفور. كنت عايز اقول لك حاجه على السكه وعلى الدغري كده، كنت عايز اتشكر لك يعني على وقفتك جنبي في موضوع البنت فاتن. ده اقل واجب يا عصفور، دي فاتن دي اختي، وبعدين يعني ربنا يعلم انت بالنسبه لي ايه. انت جدعه يا بنت نتاشا. مع اللي بحبهم بس. عارفه انت بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. من قلبك الكلام ده يا عصفور؟ لو لفيت الدنيا كلها وشفت حريم بعدك شعر راسي ها مش هلاقي اخت زيك يا بنت نتاشا. اخت؟ ابله سلمى، ابله سلمى، انا اهو. لسه بقى. ازيك يا عصفور؟ وربنا ده الفرح نور، ده انا ما حسيتش انه فرح الا لما شفتك يا ست الكل. على فكره انا ما كنتش ناوي اجي، بس قلت اجي يعني واعمل الواجب. عملت الواجب او ما عملتهوش كده كده هتنجحي وتاخدي الدرجه النهائيه كمان يا ست الكل. ما بالراحه على نفسك شويه يا اخويا، ده انت شويه شويه هتاخدها وتقعدوا في الكوش. ما تستني يا زفت انت. انا قلت طالما ما بترديش يبقى هتحلقي ومش هتيجي. ايه
ده يا عصفور؟ هو انت معاك حد؟ لا مؤاخذة خدت منك عصفور، اصل ما خدتش بالي انك واقفة. لا يا عينيا، وحتى لو مش واقفة محدش يقدر ياخد مني سي عصفور ابدا. سي عصفور ده عامل زي الشتيمة لا مؤاخذة، بيلف يلف يلف ويرجع لي. ايه ده يا عصفور، انت جايبني تهزاني ولا ايه؟ ما تلم نفسك يا بنت يا نتاشا، انت مش عامله لي احترام ولا ايه؟ انت بتهزقني انا عشان دي عصفور؟ واضربك بالجزمه في قلب الفرح كمان يا نتاشا. تيجي تديها بالجزمة يا عصفور؟ انت من وشي يا بنت يا نتاشا. اشكال قذره ومتسوله. يلا حصل خير. ولا يهمك يا ست الكل. بقول لك ايه يا عصفور؟ امورينا يا ست الكل. هو مش العريس اخو بيرم وكيل اعمال العنابي؟ هو ده صاحبي اول علمك، انا وهو والعنابي من واحنا صغيرين شله واحده، ما نفترقش ابدا. اهو واقف هناك اهو، اندهولك. لا مؤاخذة مزمزية العصفور ثانية واحدة بس. فيها يا بخ، انت شايفني واقف بظبط يا اخي. عصفور انت هتفضل واقف طول الفرح كده طول الليل يعني ولا ايه؟ بقول لك ايه، خش تح اختك هي والمايسترو. لا تح ايه؟ الفرح في الشياكه يا بخ، مش عايزين نبيقه. نبيقه؟ ايه يا عصفور؟ لا ده احنا قمش عالي قوي. انت بص بص القميص عامل ازاي، بص نجم، بص الجاكيت، بص الجزمه البيضاء. وعلى فكره لازم تخش تضحيها. عارف انت النجم اللبناني رجب علامه طول الليل يرقص فرح